الأهلي يطير غدا إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادمة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. رسميا عمر كمال خارج قائمة الفريق المتجه للجزائر، ومصير معلول في يد مارسيل كولر، وجلسة أخرى بين محمد رمضان وأكرم توفيق لتجديد عقد اللاعب بعد العودة من الجزائر. في إطار خطة النادي للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، الزمالك يرفض عرض تخوان المكسيكي لشراء مدافعه حسام عبد المجيد مقابل 900 ألف دولار. ليست المرة الأولى بين الفريقين بند في عقد محمد حمدي ظهير الزمالك المعار من إنبي يتيح للفريق البترولي الحصول على 8 مليون جنيه في حال عدم مشاركة اللاعب في نسبة معينة من المباريات. بإشراف هاني أبو ريدة وخالد الدرندلي، اجتمعت اليوم اللجنة الفنية لاتحاد الكرة المصري وتقرر تعيين حلمي طولان متحدثا رسميا للجنة. للمرة الثانية على التوالي عمان إلى نهائي خليجي 26 بعد إقصاء المنتخب السعودي ب2-0، بينما ودع المنتخب الكويتي صاحب الضيافة البطولة بعد الخسارة أمام المنتخب البحريني ليضرب موعدا ناريا مع المنتخب العماني في النهائي 4 يناير القادم. باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف التعاقد مع الصربي فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. الإيفواري فوفانا متوسط ميدان النصر السعودي يجتاز الكشف الطبي في نادي رين الفرنسي تمهيدا للانضمام إلى النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. سعيا للتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية بدلا من الانتظار للصيف المقبل، ريال مدريد أرسل عرضا رسميا إلى ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع ألكسندر أرنولد ظهير الفريق، وليفربول يرفض التفريط بشكل نهائي في اللاعب.